السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ تعالوا أديكم نبذة كده سريعة عن السوق الليلي. ده بيبقى اسمه سوق ليلي في أندونيسيا، بيكون سوق شعبي فيه أكلات شعبية، وطبعا كل مدينة بيكون فيها سوق زي ده. فتعالوا بقى نبصوا بصوا هم عاملينه في حديقة، يجوا بالليل بيعلقوا النور ده والعربيات بتبقى واقفة، يبدأ يشتغل مثلا من أول قبل المغرب بشوية. ده اسمه بنتول، ده بيكون معمول من السمك، بيبقى عبارة عن دقيق وسمك بيفرموه وبعد كده بيتسلق، وبعد ما بيتسوى بيحط بقى عليه صوص مختلف. وعنده نودلز فوق اهي، دي زي الاندومي، وحاطط كمان معاه حاجة اسمها تهو اللي هو التوفو. التوفو ده بيتعمل من الصويا. تعالى هوريكم واحد تاني بيبيع توفو هنا. السلام عليكم. قول لي كام يا يو. ده عبارة عن موز، ده بيبقى اسمه يا جماعة جورينان زي ما انتوا شايفينه. جورينان معناها مقليات، اي حاجة مقلية في زيت. ده بيبقى موز ومحطوط عليه دقيق، وده بتبقى شبه القطايف كده طبعا، بس بتبقى ارق منها، بيحطوا جواها خضار. وهي الناس قاعدة بتشتغل اهي، بيعملوا الاسود اللي هم بيعملوه، البني اللي هم بيعملوه ده بيبقى عبارة عن الصوص بتاعه. ده هنا ستاند عصاير، كل اللي انتوا شايفينه ده بيتحط عليه مية وبيتحول عصير طبعا بأكتر من طعم. وعنده برتقان بس هو الراجل مش موجود. عنده برتقان صغير اهو، هو البرتقان ده بيعصره ويضربه في الخلاط، والمكنة الزرقاء اللي ورا دي للتغليف. عندك برضو حاجة تانية اسمها تلور جولونج. تلور يعني بيض، فهي الفكرة ان هو عندك ده البيض والسوسيس، وممكن كمان ان هو يعمل ميكس ما بين كذا حاجة بالبيض. عندك القايمة بتاعته اهي، ده الاوريجينال بتاعه. طبعا الاصفر اللي حواليه ده بيبقى لافف عليه بيض، بيبقى توفو من جوه وعليه بيض. او ان هو بيحط البنتول اللي انا لسه موريه لكم، اللي هو الكور الصغيره بتاعه السمك. طبعا سعر الواحد اسعار رخيصه طبعا، 1000 روبيا و2000 روبيا و3000 روبيا، يعني ممكن تاخد 10 مثلا ب 10000 روبيا، اللي هو مبلغ اقل من دولار. السلام عليكم. ده بيبقى عباره عن فراخ، الراجل دخلنا اهو جوه يشكر كريمه كاسيه. دي فراخ. وعندك بقى اي اضافات، عايز تزود بقى خضار، عايز تزود بدنجان. وطريقه السيرفيس كده، ده سمك. اللي على اليمين ده تمبي معمول برضو من الصويا والرز. وورا هنا هو بيقلي. طبعا هم بيحبوا الرز باي حاجه، رز بقى بالبيض، بالفراخ، تحط بط، حط سمك، حط اللي انت عايز تحطه. والناس طبعا في قاعده بقى ورا زي ما انتم شايفين، قاعدين على الارض. الشعب الاندونيسي بسيط، يعني ما عندوش مشكله في حته القعده، هو يقعد في اي حته. عندك برضو حاجه اسمها ايام جبريل. انا بحاول اجيب لكم الاسامي بالاندونيسي عشان تبقوا عارفينها. الكي مش بتتنطق، بتبقى همزه يا جماعه، فبتبقى جبريل. نفس فكره كنتاكي بالظبط. زي ما انتم شايفين حاطط الصندوق الصغير ده، وادي الرز جوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الرز جوه هو بيحطه، وهوريكم بقى هو بيعمل السيرفيس ازاي. صدق. اوكي. هو ادي بياخد الفراخ هيدقها بقى.
دي الطريقة التقليدية. الجبريق لازم بيبقى مدقوق عشان بيبقى سهل ليهم، لان هم طبعا بياكلوا ايدهم، بياكلوا بايديهم، فعشان يبقى سهل. Sudah lama sini yang suaminya? Pandai mau sini enggak? وبس، والصنبل والرز وشكرا على كده. ايه ترمى كاسيماس يا ادي واحد كمان اهو للعصير. ده عصاير، كل اللي انتوا شايفينه ده عصاير. كلمة اس اللي هي الاي اس دي بتتنطق اس معناها تلج، يعني اس تهدى شيء مثلج. انا بحاول ان انا اخلي كل واحد استأذن منه ان انا اصور جوه عشان اوريكم برضو من العملية، علشان لو حد عايز ان هو يعمل اي بيزنس ولا يفتح مشروع صغير يبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. نحط عليه التلج بقى، بعد كده التغليف بقى، مرحلة التغليف اللي هي المكنة اللي انا قلت لكم عليها كده. هو بس شكرا كده حطها وسحب الدراع اتغلفت، يحط معاها بقى الشاليمو. شكرا على كده، موضوع بسيط جدا جدا. اختصار جاجون سوسو كيجو، من اليمين للشمال. كيجو يعني جبنة، سوسو لبن، والجاجون دي اللي هي الذرة، فده بيبقى ميكس ذرة. السلام عليكم. ده بيبقى عبارة عن ذرة مع الجبنة مع اللبن، حط التلاتة على بعض وبيطلع الشكل النهائي زي ما انتوا شايفينه. انت بقى عايز ممكن تحط عليه بقى شوكولاتة، تحط عليه تارو. تارو ده اللي هو القلقاس، او ستروبيري، فراولة، او بلوبيري. ممكن تزود بقى اللي انت عايز تزوده، تختار انت بقى الطعم مع نفسك. طبعا دي جبنة شيدر وبتتبشر، فبيحط بقى الميكس الجبنة على الذرة على اللبن. تريما كاسيما يا السلام عليكم. عندك حاجة بقى اسمها بنتول، بس بنتول جبق طبعا، ده مختلف عن البنتول التاني. هوريكم بقى بيعملوه ازاي. ده بيبقى عبارة عن ميكس ما بين الدقيق والتوفو وسمك، وبيحطهم بقى هنا علشان يضغطهم، وبتطلع بقى رقيقة كده. بتبقى ايه يعني الشكل اللي على اليمين اللي هو اللي بياخده ده بيفرده عشان يطلع بنفس الشكل ده. طبعا الاسعار يعني تتراوح ما بين في ب5000 اهو، ده الصغير خالص، لغاية 10000، يعني برضو اقل من دولار. 10000 قول مثلا بيحط 10 وحدات ولا حاجة. هي بتحط بقى صنبل. الصنبل ده برضو معمول من زيت السمك، اللي هو الصوص بتاعه، وعليه شطة طبعا، لان الشطة مكون اساسي. يعني الشطة بتتحط اوتوماتيك في جميع الاكلات. هتروح تشتري فراخ هيحط لك شطة، هتشتري سمك هيحط لك شطة. فانت لو من النوع اللي ما بيحبش الحامي ما بيحبش الشطة، لازم ان انت تقول له انا مش عايز. عندك ده بقى بيعمل سوسيس. تعالوا بقى نبص من جوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندك كل انواع السوسيس، كل اللي قدامك ده سوسيس بانواع مختلفه، حسب بقى الطعم والشكل اللي انت عايزه يعني. هي بتحط عليه الصوص ده، وبعد كده بقى هو هيشتغل هيحمر. اهلا 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 وسهلا. Bisanya ahlan wa sahlan.
biasanya assalamualaikum waalaikumsalam. السلام عليكم وعليكم السلام. كيف حالك بخير يا الحمد لله بخير. بيحط عليه صوص بقى. from Egypt From Egypt yeah. Egypt lah further oh satelit rumahnya oh pernah ke SMP 1 ya Ya. Junior High School Ya. ke SMP 1 Halo. How are you? Salaman Keteng bersama Alhamdulillah. Rudy penjaga Gawang. parkir. Ya. اهلا وسهلا. Thank you. يا ثانك يو سكلانكم. Alhamdulillah Adrop. الحمد لله. خلص بقى بيقوم حطه في الطبق ده. ده لو عايزين بقى ان هم يقعدوا وياكلوا او ان هو بقى ممكن يتاخد تيك أواي. ودي كانت جولتنا البسيطة السريعة في السوق الليلي في اندونيسيا. طبعا تقريبا حاولت ان انا اصور مع كل الناس. اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بالفيديو. ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.